تلذذ بالرب بأي طريقة، وانت عمال ترتل ولا تسبح قبطي ولا عربي ولا فرنكي، كله حلو، هتلاقي من مجد إلى مجد حياتك عمالة تمشي وتتقدم لوحدها. ده موجود بقى كتير قوي النوع ده في المزامير. يعني يقول ايه في مزمور 20: هؤلاء بالمركبات على الآخرين، وهؤلاء بالخيل. دول بيوصلوا يعني بالمركبات والخيل زي ما تقول بالفلوس والمدرعات والمراكز أما نحن فباسم الرب إلهنا نخلص أو نذكر. احنا ما عندناش حاجة غير نقول يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، مشغولين بربنا طول الوقت. الناس بقى شايفة ان حل المشاكل في المركبات والخيل، احنا عرفنا الحل. فبرضو مزمور 4 يقول: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. يعني كل الناس بتدور على الخير، سؤل القلب. ارفع علينا نور وجهك يا رب، جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. فاهمين الفرق؟ إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. هم عندهم خمر وحنط، إنما أنا عندي حاجة أغلى من ده كله. بسلامة أضطجع أيضا، بل أيضا أنام. يعني كل يوم أحط راسي على المخدة وأنام زي العيال، مبسوط جدا. ليه؟ أبويا شايل مشاكلي. هما بيحلوها بالمركبات، بالخيل، بالحنطة، بالخمر، أنا بحلها في حضنه. هو شايلني، هو حل. لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. يعني معناها أنت يا رب اللي هتحل وتربط كل حاجة، فأنا بحلها معاك أنت، مش هجري أحلها بدراعي، مش هعرف. رسالة: شاول شاول صعب عليك أن ترفس مناخز. هفهمها بطريقة جديدة المرة دي وأقول إيه: كفاية نرفص في الدنيا والدنيا ترفص فينا. احنا بنتعور واحنا عمالين نحل مشاكلنا بدراعنا، انت بترفص في حديد. ده اللي بنعمله، احنا بنخبط راسنا في حيطة طول الوقت لانك بتحلها غلط. فشاول شاول استهدى كده وفوق واعل، وكفاية ترفيص. صعب عليك يا ابني ترفص في مناخس، مشاكلك مش هتعرف تحلها لوحدك، طموحاتك انت مش قدها. سلم بقى، ارفع ايدك، كفاية. مرثى نفس الكلام، العتاب ده دايما يتكرر. مرثى شاول شاول، فلان ها؟ أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. الحكاية سهلة قوي طلعت، مالك عايل الهم ليه؟ الحكاية سهلة، لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. الواحد تلذذ بالرب، بس الباقي كله يمشي الواحد. فاختارت مريم النصيب الصالح، لقت الواحد قاعدة تحت رجل